السؤال. هو السؤال فعلا ايه اللي يطول عمر المكنه؟ شوف يا سيدي، في 4 نقط دايما انا بحب اتكلم فيهم، والخمسه بتاعتهم هي المكمله الاساسيه بتاعتهم. ال4 نقط دول ايه؟ ان اي مكنه CNC لو وفرت لها الاتي: كهرباء ستيبل، الكهرباء اللي داخل عليها 320 380 او 220 ثابته، ما بيحصلش فيها لعب. وفرتها حاجه اسمها الارث، وده دايما انا بتكلم عنه، اهميه الارث اللي هو عباره عن عمود النحاس في الارض وملح وفحم كوك، ده اللي هو الطريقه البدائيه قوي. والهواء اللي يكون داخل على المكنه يكون هواء جاف. احنا بالذات في مناطق مثلا زي دمياط واسكندريه، الهواء دايما فيه رطوبه، فمع التشغيل مع حركه مع الكمبريسور طبعا بيكثف ميه. فعشان اتجنب ان الميه اللي طالعه من الكمبريسور دي، بركب حاجه اسمها الدراير. الدراير ده هو مجفف، كل فكرته ان هو بيسقع الميه قوي، بيسقع الهواء اللي ده خارج منه قوي، فالميه بتسقع هي كمان فبتتقل فبتسقط فبيخرج لك هواء جاف. ده مهم جدا للمكن. الشفاط اللي هو الشفاط اللي هو بتاع السكشن اللي هو بيشد النشاره دول. ال4 نقط دول لو وفرتهم للمكنه، زائد يكون عندك اوبريتور شاطر واخد باله من المكنه وامين عليها وبيتعامل معاها صح ومتدرب صح، مش هتحتاج للصيانه، مش هتحتاج لايمن مصباح، مش هتحتاج لسين، مش هتحتاج لصاد. لان ساعتها انت وفرت للمكنه البيئه بتاعتها المناسبه انها تشتغل على اكمل وجه. الاوبريتور الشاطر هتبقى وظيفته انه يتعامل مع المكنه صح، عارف هيستخدم بونط شكلها ايه، عارف هيستخدم الشغل بتاعه هيعمله ازاي، عارف امتى هيعمل الصيانه الدوريه. الصيانه الدوريه دي مسؤوليه الاوبريتور على فكره، مش مسؤوليه الصيانه، مش مسؤوليه قسم الصيانه، مسؤوليه الاوبريتور، لان هو اكتر واحد واقف على المكنه وعارف ومحتك بيها. هيشحم امتى؟ لازم بعد ما يخلص ينظف. إيه لو سمع صوت مش كويس لازم يبلغ الصيانه ويقول لها. كل العوامل دي بتطول عمر المكنه معاك، وات ايفر هي ايه، سواء بقى مكنه ايطالي، سواء مكنه الماني، سواء مكنه صيني. كل العوامل دي لما بتراعيها، صدقني المكنه هتعيش معاك كتير.